في لعنة في حياتنا كده اسمها لعنة ال20 سنة ولعنة ال20 ثانية. ليه دماغنا بتنسى أي حاجة فيها مدح أو أي حاجة فيها حاجة جميلة وبتفتكر الحاجات السيئة؟ يلا بينا نعرف الأسباب. بيقول لنا الكلمة السلبية ممكن تقعد 20 سنة أنت مستحيل تنساها، أما الكلمة الكويسة 20 ثانية وتختفي أو 30 ثانية وتختفي، لأن في حاجة في دماغنا اسمها نيجاتيفيتي بيز، يعني الجانب السلبي. ده بيعمل لنا ايه؟ ده بيخلي اي ميل سلبي او اي انتقادات او اي اهانات او اي حاجه فيها بتجرح كرامتنا بياخد اهميه اكبر من الحاجات الايجابيه. يعني دي حاجه احنا ما بنعرفش نسيطر عليها، ولما حد بيقدم لنا اهانه او اي حد بيضايقنا بتخلي عندنا مراكز التنشيط في الدماغ تخليها تنشط، فبالتالي تخلينا ناخد وجه حمايه او وجه دفاع، فبالتالي الدماغ بتفضل فاكره ان الشخص ده اذاني او الشخص ده هني، فهي بتفضل في دماغنا لمده 20 سنه. وبعد كده بيتم افراز استجابات عصبيه هرمونيه، دي بتخلي فيه وجه دفاع اكبر عشان خاطر اوصل له ان انا بدافع عن نفسي، ان انا بحمي نفسي من الحاجات دي. فبالتالي الحاجات دي بتكون اكثر رسوخا في دماغنا لان انا بعمل لها حاجات كتير قوي عشان خاطر ادافع عن نفسي، فازاي هنساها؟ اما بالنسبه لكلمات المدح والثناء، الكلمات الحلوه في خلال 20 ثانيه بننساها. ليه؟ او 30 ثانيه بننساها. ليه؟ لان الدماغ بيتعامل معاها كاشارات للامان، بس حاجة وقتية، وما بيتعاملش معاها كأمور ضرورية للبقاء. خلاص حسيت بحاجة حلوة خلاص، أما الحاجة الوحشة أو الإهانة دي بتستمر معايا، وبالشكل ده الحاجات الكويسة بتتلاشى في أسرع وقت. وفي النهاية إن الدماغ بالنسبة لنا لعنة. بمعنى إيه؟ 20 سنة مستحيل تنسى الإهانة، 20 ثانية أو 30 ثانية بتنسى المديح أو الثناء. من السهل جدا ان احنا نعمل تريننج لدماغنا ان احنا نفتكر الحاجات الايجابيه وننسى الحاجات السلبيه، لان احنا اللي بنختار الحياه اللي احنا بنعيشها. نعمل امتنان كتير، نشكر ربنا على حاجات كتير في حياتنا عشان خاطر تستمر معانا، ونحاول ما نركزش على اي كلمه سلبيه في حياتنا ولا نديلها حيز كبير من حياتنا. طول ما احنا عايشين وعارفين احنا بنعمل ايه ورسمين الامتنان والشكر في حياتنا، هنعيش الكلام اللي احنا رسمينه في طريقنا. بس كده نحاول بقى نبعد عن لعنة 20 سنة ونخلينا في نعمة 20 ثانية أو 30 ثانية. في النهاية عايزة أقول إن الدماغ لعنة، ممكن في خلال 20 سنة تفضل فاكرة الإهانة وبعد 20 أو 30 ثانية تنسى المدح. في حاجة إن الدماغ قابلة للتدريب، بمعنى أي حاجة إيجابية نخليها تطول معانا من خلال الامتنان والشكر، وإن إحنا نكون فاكرين حاجات كويسة حلوة قوي في حياتنا، ونحاول ان احنا مركز مع اي كلمه سلبيه خالص في حياتنا ولا نخلي فيه تاثير ليها. نحاول نركز مع الايجابيات بس. يلا بقى عايزه اعرف ارائكم في الكومنتات، هو انتوا كنتوا تعرفوا ان 20 سنه من الاهانه بتفضل ثابته في دماغنا، او 20 ثانيه او 30 ثانيه بتفضل للمديح او الثناء؟ يلا بقى عايزه اعرف ارائكم في الكومنتات.